اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فرق نقطة. الجولة ال 13 خلصت، الجولة 14 هتبدأ بعديها بيومين. يعني الجولة خلصت الحد اللي بعديها تبدأ التلات، فالحقوا ركزوا كده. وبرضه هنتكلم عن الفانتزي في الحلقة دي، عشان يعني مش هنعرف نعمل حلقتين ورا بعض كده، فركزوا. اللي ما عملش تغييراته في الفانتزي يلحق يعمل. والحلقة دي بتتصور بعد ماتش ليفربول والسيتي على طول، يعني يا دوبك الماتش خلص طلعنا نصور. فانا جاي لك وانا في اسعد لحظات حياتي، وانا فريقي راكب الدنيا. السيتي يلا، ارسنال اتعادلنا مش مشكله. متصدر فرق 9 نقط. 9 نقط بيني وبين ارسنال، اللي هو ان شاء الله هيتغلب من اليونايتد يعني يوم الاربع، مش مشكله. فبص يلا بينا نبدا، يلا. هنبدأ أول ماتش معانا ديربي لندن، أرسنال ويست هام. الشوط الأول كان مدعكة، دخل فيه 7 جوال بس. يعني خلينا نتكلم إن أرسنال أخيرا بيستعيدوا كل غياباتهم تقريبا. أوديجارد رجع، ساليبا، جابرييل، تيمبر، كاليفيوري. كان وحشنا الكومبو ده بتاع خط الدفاع بتاعهم. الرباعي ده كان جامد جدا. هو تقريبا ما لعبش غير ماتش السيتي، بعد كده كل واحد منهم بيتصاب، بس ما علينا. ويست هام الناحيه الثانيه كالعاده ما بداوش بستة. الماتش ده خلى نص ملعبهم سداح مداح حرفيا. اي حد في نص ملعب ارسنال كان بيعمل اللي هو عايزه، من كتر ما هو ما فيش واحد يدافع. كنا بنشوف باكيتا في بعض الاحيان هو اللي بيروح يقفل ناحيه ساكا، وده مش دور باكيتا خالص. يعني الراجل يعتبر كصانع لعب اكتر، فان هو ياخد ادوار دفاعيه وعلى مين، على ساكا. بس ده طبعا ما حوقش مع ساكا. ساكا الراجل صانع هدفين في اول كام دقيقه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، كورنر جابرييل على دماغه بالظبط بتخش. ويعني هي حرفيا سلاحهم الاول، سلاح ارسنال الاول الركنيات والكور الثابته، كلنا عارفين يعني. بس من ساكا اكتر، لان رايس الماتش اللي فات ما كانش احسن حاجه في الحته دي. ساكا بعديها برضو بيصنع هدف لتروسرد. كاي هافرتز كان بيحاول يخطفها منه، بس تروسرد هو اللي لحقها. الماتش كان ماشي بسرعه جدا. يعني بعديها بشويه ويست هام دربكه في الدفاع، بنشوف ضربه جزاء بعديها على طول. ساكا بيسيبها لاوديجارد يعني عشان الراجل لسه راجع وكده. يعني ويست هام يعتبر لحد اللحظه دي ما كانوش عملوا غير كره واحده خطيره، اللي هي سامرفيل راح انفراد، بس اتحسب اوف سايد. لانه هو يعني الجون دخل بس حسب اوف سايد. ويست هام لحد النقطه دي ما كانتش كويسه خالص، الى ان بيجي الجون الرابع. كاي هافرتز بيسجل الجون بصناعه تروسر. انا لحد هنا خلاص كنت ناوي اقفل واكمل اي حاجه تانية، اكمل فرجه على اي حاجه تانية، الى ان ويست هام يعني ما سكتتش، متعامله رد فعل، ورد فعل من اغرب ردود الفعل شفتها في حياتي. يجيبوا جون بعديها بكام دقيقه، ومش من بوين، مش من باكيتا، مش من انطونيو، مش من سامرفيل، لا من بيساكا. لتاني مره على التوالي بيساكا بيجيب جون، وفي ديفيد رايا. من اغرب الحاجات اللي انا شفتها في حياتي الصراحه. تمام، اخدوا نفسهم شويه ويست هام. بعديها على طول بكام دقيقه فاول جميل قوي. ويست هام بياخدوا فاول، ايمرسون بيشوطها اكنه بيلعب جولف. جون جميل بصراحه، جون جميل قوي قوي. والغريب انه دخل في رايه، بس الصراحه الراجل حاططها بالمقاس ما فيهاش غلطه. تمام خلاص بقى الشوط هيخلص كده. يعني انا قلت خلاص كان فاضل كام دقيقه الشوط هيخلص كده، لا ضربه جزاء تانية لارسنال. وانا الصراحه شايفها ان هي ممكن ما تتحسبش عادي، لان يعني فابيانسكي طلع بيشيل الكوره، ممكن يكون لمس جابرييل شويه، بس ما علينا. تحسب ضربه جزاء، والمره دي ساكا اللي بيشوطها مش اوديجارد. يعني خلاص هم تقريبا هيمشوها واحده او واحده عشان الناس بتوع الفانتسي ما يتضايقوش. يعني الماتش الجاي لو جاب ضربه جزاء هتلاقي اوديجارد اللي بيشوط بقى تقريبا كده. بس ارسنال بتخلص الشوط جايبه 5 جوال، ويست هام جايبه 2. شوط جميل بصراحه، فيه 7 اهداف، اغرب الاشواط اللي شفتها في الدوري لحد دلوقتي. الشوط الثاني يمكن ما كانش فيه لعب قوي. هو ويست هام اخيرا نزلوا الفاريز، راجل الارتكاز بتاعهم، بقوا متماسكين شويه عن الشوط الاول بصراحه. وسط ملعبهم ظبط شويه. ارسنال لعبت على المضمون، ما رضتش تاخد ريسك، ما رضتش تفتح اكتر، لان ممكن تكون حست بتهديد شويه من ويست هام. في الاخر الماتش بيخلص زي ما كانت نتيجته في الشوط الاول 5-2. بصراحه يعني ماتش حلو قوي في الشوط الاول، انما الشوط الثاني ما فيهوش قوي يعني. ونخلص من اول ديربي لندن نروح لديربي لندن تاني، توتنهام فولهام. بالنسبه لي انا كان مفاجئ شويه. يعني انا عارف ان توتنهام خسرانه الاثنين مدافعين بتوعهم، الحارس اتصاب، سولانكي مصاب بيلعب بسون. بس يعني توتنهام بدأت الماتش كويس جدا، ضغط كالعادة، وده بيثبت جودة نص ملعبهم بصراحة. ايا كان الفريق عامل ازاي هم برضو ضاغطين، وبرضو بيفرضوا نفسهم بشكل كويس.
كذا مره غلطوا دفاع فولهام، بس سون ما عرفش يستغل الفرص. يعني في اول 6 دقائق او 7 دقائق تقريبا سون كان قدامه انه يسجل، بس بيردلينو بيشيلها. صراحه بيردلينو عمل سيف كويس. برضو في اخر الشوط الاول كان ممكن سون يجيب جون تاني، برضو فرصه تانية جات لسون، خطا دفاعي من فولهام ما عرفش يخلص الكوره، فتعامله مع الكوره ما كانش احسن حاجه. بس يعني الراجل برضو بقاله فتره ما بيلعبش في العمق كده، فطبيعي يعني ما بقاش متعود قوي على الحته دي. بس فولهام برضو الصراحه لعبت ماتش حلو جدا. يعني الشوط الاولاني ده كله اخطر فرص توتنهام راحت كتير، بس الفرص الخطيره لفولهام في كوره خيمينيز تقريبا دقيقه 35 كان خلاص قريب من ان هو يسجل، بس فورستر بيصدها بيتالق فيها جامد. وكره تانية اليكس ايوبي في اخر الشوط بيشوطها بتيجي في العارضه، فكان حظهم وحش قوي الشوط الاول، كانوا ممكن يخلصوا الشوط متقدمين، بس الشوط بيخلص زي ما هو. الخطوره الاكبر كانت لفولهام. الشوط الثاني فولهام مسكت الكرة اكتر، توتنهام بدأت ترجع. يعني اختلف طريقة لعب توتنهام خالص، من فرقة بتضغط وبتستحوذ وعايزة تغلط اللي قدامها، الفرقة بتلعب على المرتدات، وده فاجئني الصراحة. فولهام بتحاول اكتر وراحت كذا فرصة خطيرة، قامت توتنهام من لا شيء اخدت الكرة مرتدة هوب الجون الاول، كان جونسون اللي سجله. غريبة الصراحة، بس هو الكرة كده يعني، هو اللي بيضيع بيستقبل. فولهام ضيعت كتير قوي، استقبلت جون من لا شيء، يعني 1 2 3 هوب توتنهام بقت متقدمة في النتيجة. بعد كده فولهام ما فقتش قوي غير لما التغييرات نزلت، سواء توم كيرني او ويلسون. وانا الصراحه عايز اتكلم على ويلسون شويه. الراجل في فتره من الفترات نزل بديل في كذا ماتش، جاب جونين، وماتش تاني مش فاكر جاب جون تقريبا، وبرضه ما بيشاركش اساسي. ولو ان انت عندك كريس نيلسون ده مش احسن حاجه، وادام تراوري جربته قبل كده مش حلو. هاري ويلسون بينزل بيساعد الفريق فعلا، فمش عارف، مستغرب ماركو سيلفا انه ما بيلعبش بيه اساسي خالص بصراحه. في الاخر الجون بيجي، جون التعادل بيجي عن طريق توم كيرني. الراجل ما بيلحقش يفرح، بعدها بكام دقيقه تدخل غبي قوي منه على كعب كولوسوفسكي تقريبا، بيطرده ياخد طرد وبيطلع، ما لحقش يفرح. بس الماتش بيخلص زي ما هو بالظبط. يعني توتنهام حقها ان هي ترجع صراحه وتقفل في دفاعها، لان عندها كم غيابات رهيب. فولهام ما عرفتش تستغل الفرص اللي جات لها. ان هي كان ماتش كويس، ولكن فرصه او اجوانه قليله مش فرصه قليله. هنروح برضو في لندن، ماتش بقى تشيلسي بس ده مش ديربي يعني، هي لندن عادي. يعني تشيلسي واستون فيلا، الماتش كان على ستانفورد بريدج. تشيلسي بتبدأ بتشكيل يعني يعتبر مغاير شوية للماتش اللي فات، بيلعبوا ب3 ورا. شفنا يعني في طريقة لعبهم 3 ورا، شفنا 3 ورا، فوفانا كولويل وكوكوريا هما اللي واقفين ورا. قدامهم بيضم كايسيدو من ناحية اليمين، وجنبه بيبقى لافيا، وقدامهم بيبقى انزو وبالمر، واللي فاتح على الوينج سانشو وبيدرو نيتو. فكرة حلوة الصراحة، وقلنا قلنا الحلقة اللي فاتت ان ده بيساعدهم اكتر في الضغط والاستحواذ، فكانت حاجة كويسة. وكمان فكرة ان لما الكورة بتتقطع منهم بتلاقي كايسيدو راح يقفل ناحيه اليمين خالص، زي كده فكره ليكو لويس مع السيتي شويه. كايسيدو بيلعبها دلوقتي فكره ان هو سي دي ام، بس في نفس الوقت قافل الناحيه اليمين دي خالص، فدي حاجه كويسه للفريق، ويعني حركه ذكيه من ماريسكا شويه. مش اول مره نشوفها، بس ان ماريسكا يستخدمها دي حاجه حلوه يعني. فالشوط الاول بيبدا بضغط من تشيلسي، يعني قدروا ان هم يغلطوا باوتوريس بيعمل غلطه غبيه جدا. كوكوريا بيجري ويستفاد منها، يلعب عرضيه لجاكسون بيسجل اول الاهداف. جون جه في اول 7 دقائق برضو، حاجه كده في السريع، ما لحقش الواحد ياخد نفسه، كان لسه تقريبا استون فيلا ما جاتش الماتش. شفنا في الدقيقه 29 مارتينيز بيغلط برضو غلطه غريبه كده، جاكسون كان ممكن يسجل منها، بس مارتينيز بيلحقها، وتقريبا هي دي الكوره اللي اتصاب فيها وخرج، وبعديها نزل اولسن حارس البديل. عايزين بقى نتكلم عن اللي اخد فورمه كويسه بقاله كام ماتش، انزو وطبعا بالمر، يعني كده كده مش محتاجين نتكلم عليه، بس انزو وبالمر عاملين ثنائيه حلوه، يعني يعتبر ما بيلعبوش غير لبعض. انت فين يا انزو انا اهو، انت فين يا بالمر انا اهو، بيلعبوا 1 2 حلو جدا، بيساعد الفريق اللي قدام. حتى شفنا بالمر بيصنع لانزو النهارده، انزو جاب جون جميل جدا. الاثنين دول مع بعض متقلين قوي الفريق بصراحه، وبيصنعوا فرص اكتر. يعني ان جاكسون يسجل كذا فرصه الفتره دي ده حاجه كويسه، وان انزو كمان يرجع ويبقى فايق. الراجل بعد ما قلنا طلق مراته خلاص بقى فايق اكتر وبقى بيلعب احسن. وكمان بالمر لما بينزل في وسط الملعب ويوزع لعب بيخلي الفريق شكله احسن، وبيساعد الفرقه فعلا ان هي تطلع لقدام ويصنعوا فرص اكتر. يعني احنا شايفين تشيلسي لو جابت مدافع كويس يقفل ناحيه اليمين دي، منهم بيلعبوا 3 دلوقتي، يعني مدافع تقيل بقى فعلا اسم، يعني مش بقى كولويل وفوفانا والناس دي، لا مدافع حلو شويه، وكمان مهاجم وورلد كلاس، يعني عشان جاكسون
ممكن ماشي بيجيب جوان وماسك فورمه حلوه، بس ما يجيبش بطولات. لو جابوا حد ستايل هاري كين مثلا او حاجه كده هيبقى احسن بكتير. مش هاري كين، واحد شبهه شويه ما اعرفش مين يعني، بس جيو كيريز بقى، اي حد تمام. في مهاجمين كتير في السوق دلوقتي، اوسيمن ب 60 مليون، فالحاجات دي هم محتاجينها في الفرقه، لان ده فعلا هيزود من تقل الفرقه وهيخليهم فرقه فعلا قادره تنافس وتاخد بطولات. الناحيه الثانيه استون فيلا ما راحتش يعتبر غير بكورتين، والكورتين من واتكنز اللي راح كوره في يعتبر في اول ربع ساعه راح كوره كان ممكن يخلصها، بس سانشيز بيشيلها وفنشها وحش يعني يعتبر. ومره تانية في اخر الشوط الاول كان ممكن واتكنز برضو يساعد الفريق شويه، بس بيفنشها فينش وحش، بيشوطها ضعيفه جدا، في الاخر الكوره بتضيع. استون فيلا صراحه الواحد كان متخيل انه ممكن يكونوا احسن من كده، بس اوناي امري ما تفهملوش حاجه. الشوط الثاني بدا بريتم ممل يعني لحد كده اخره، ما بالمر مسك الكوره وجاب جون حلو قوي، حطها في المقص. يعني مش محتاجين نتكلم عن الراجل، حتى لما بيغيب بيرجع بحاجه مش طبيعيه، وهو برده على ارضه بيبقى متالق قوي دايما. بالمر في الستانفورد بريدج بيبقى حاجه تانية. فالماتش فضل يعتبر وان سايد جيم برضه يعني. حتى اللقطه اللي ممكن يكون ظهرت شويه دقيقه 88 اولسن بيشيل كوره على مرتين، مره من فيليكس ومره من مادويكي. فيعني استون فيلا شكلها متخبط شويه. تشيلسي طريقه لعبها مميزه الفتره دي، فنشوف بعد كده. وما تنسوش ان الجوله يوم الثلاث. ماتش مانشستر يونايتد ايفرتون. مانشستر يونايتد بيلعب باسلوب جديد. اموريم بصراحه يعني لحد دلوقتي ماشي كويس. اول ماتش يخلص تعادل، بس راشفورد جاب جون فانا هحسبها له مكسب. الماتش الثاني اليونايتد بيلعب بشكل احسن بصراحه. فكره الثلاثه ورا دي ليخت ومزراوي وليساندرو مارتينيز اللي بيرجع من الاصابه وبيلعب. يعني شفنا وهم بيطلعوا بالكوره دايما ليخت في العمق، وعلى جنبه مزراوي ومارتينيز، ودايما الكوره بتخرج من الاطراف. يعني مزراوي بيودي لديالو او مارتينيز بيودي لدالو، ودي الصراحه حاجه كويسه جدا ان انت تعتمد على اطرافك في الخروج بالكوره. وكمان يبقى عندك لعيب زي برونو اللي ممكن يخرج كذا باص بطريقه كويسه، عكس ما كنا بنشوفه قبل كده بيجري جوه وعبط كده من بوح. المهم مانشستر يونايتد اول تلت ساعه بتروح على الجون اكتر من مره، كان ممكن يسجلوا في كذا مره، بس يعني فرصه تبقى اوفسايد، فرصه تضيع، هكذا لحد ما جالهم ركنيه برونو بيلعبها بره المنطقه، راشفورد بيخلصها. ودي كانت مفاجاه ان راشفورد الماتش ده سجل جولين. راشفورد راجع بفورمه. هو تقريبا اي مدرب بيجي جديد راشفورد بيمسك فورمه بعد كده بيقع. هو برده مع تنهاج اول ما جه كان جامد قوي، فاكر كان جاب 16 جون ولا حاجه، بعد كده توفى خلاص. شكرا انا كده انا محتواي خلص. شفنا ايفرتون بتحاول شويه. ماكنيل بيعمل ثرو لبيتو اللي بيعدي الحارس وبتضيع، تعدي من جنب العارضه كده، حظه وحش الصراحه. بس يعني هي ايفرتون بتروح في الماتش كوره ولا اتنين فعادي يعني. هو الحاجه الوحيده اللي اللعيب من ايفرتون استفاد بيها النهارده واشلي يونج انه خرج والجماهير بتسقف له، غير كده عادي يعني. فنخلينا في اليونايتد اللي عندها يوم الاربع ماتش صعب جدا قدام ارسنال في الامارات. هنتكلم عن شويه لعيبه. برونو مستوى عالي جدا الفتره دي، لما بدا يلعب في مركزه الطبيعي انه يوزع لعب ويطلع اللعيبه الصراع اللي عندك اللي هو سواء ديالو او راشفورد. زيركزي كمان بيجيب جونين النهارده وده مكسب ليك. يعني انت دلوقتي بقى عندك هويلاند وزيركزي. هويلاند في اليوروبا ليج كان مسجل برده كذا جول، مش فاكر كان جاب جون او اتنين، كان جاب جونين. حلول كويسه لليونايتد انه يبقى عنده خط هجوم كويس. ممكن خط دفاع فيه لسه شويه مشاكل لان المنظومه نفسها اختلفت، بس بقى عندك لعيبه ناجحه ان هي تخلص لك ماتشات سواء ديالو او زيركزي او راشفورد، وبرونو طبعا على راسهم، الراجل اللي بقى مايسترو كده يعتبر. كل ده اشارات كويسه لليونايتد واشارات حلوه لاموريم، الراجل اللي من اول ما جه وهو عارف هو بيعمل ايه وعارف يخلي اللعيبه في فورمه كويسه. وانا بشوف ان ده اصلا انجح حاجه للمدرب، ان انت تخلي اللعيبه اللي عندك توصل لفورمه عاليه. بس فاموريم ماشي كويس وبيجرب كذا لعيب، يعني مش حكر عليه انه يلعب براشفورد ولا حكر، عادي ممكن تلاقي جرناتشو بيشارك في ماتشات، في تبديلات، في روتيشن في الفريق، فده بيساعده انه يعرف لعيبه اكتر ويخليه يستفاد اكتر بالفرقه. شفناه كمان بيشارك بلوك شو وماجواير بعد ما الماتش يعني يعتبر خلص، فان لوك شو اصلا يرجع يلعب دي مفاجاه. فاعتقد كمان لوك شو ممكن يبقى كويس في المركز اللي هو لعبه فيه النهارده. فهنشوف اليونايتد عندها ماتش صعب يوم الاربعاء، هل هيعرفوا يعدوه ولا هنرجع للضحك تاني. وخصوصا كمان انه عندهم لاعبين مهمين موقوفين، هو مارتينيز اللي لسه راجع وماينو اللي اخد انذار برده مش هيلعب ماتش ارسنال. نروح بقى الماتش
ماتش القمه اللي هو المفروض ماتش القمه بس هو مش قمه ولا حاجه، ليفربول سيتي. سلوت اول ماتش بيدي الاقرع على قرعته، هو اقرع برضه بس هو ادى الاقرع التاني عشان يعني هو الاقرع دايما مشهور بجوارديولا. ما علينا. سلوت اول ماتش بينجح انه يتقدم على يعتبر العدو الاول ليك في الدوري، عشان برضه نكون حقانيين. ارسنال بتحاول بس الاول هو السيتي. فسلوت تفوق على جوارديولا، الفرق بينهم بقى 11 نقطه. جوارديولا بينزل للمركز الخامس، وصراحه انا استغربت جوارديولا الماتش ده بادئ من غير دي بروينا وسافيو ودوكو وجريليش وهالاند. ما اعرفش هالاند ما لعبش ليه الماتش ده، ما بداش. الواد فان دايك قاعد ماشي في الملعب براحته كده، ده كان في اخر الشوط الثاني كان ممكن يجيب جون، بس يعني ما علينا. فالسيتي لعبت ماتش سيء بصراحه، وده بيوضح هم حالتهم عامله ازاي دلوقتي. يعني حتى قال لك انا مش هلعب بجفارديول، هنزل اكي. صلاح جاله كذا فرصه كان ممكن يسجل منهم الكره اللي شاطها فوق العارضه دي، كانت انفراد صريح. يعني صلاح يضيع كوره بعديها بتجيله ضربه جزاء، قبل ما يشوط ضربه الجزاء بيقعد ينطق، فالراجل داخل بثقه كده وحطها حلو الصراحه. المهم نتكلم عن ليفربول في احسن حالاتها دلوقتي. كوناتي مصاب، جوميز شالك، وكونسا نزل لعب شوط تاني او اخر ربع ساعه او تلت ساعه كويس جدا. الفريق ماشي في حاله كويسه. عايزين ايه؟ صفقات في الشتاء عشان الفريق يفضل مكمل، لان الفريق لو وقع منه كذا عنصر في الفرقه، الفريق هيبدا مستواه يقل، ومش بعيد يبقى اوحش من السيتي كمان. يعني شايف السيتي غاب من عندهم رودري ودي بروينا، بقوا عاملين ازاي؟ تخيل انت لو فان دايك وصلاح بقى، خلاص مش هنشوف حاجه تاني. بس فالماتش كان حلو جدا بصراحة. يعني زي ما قلت قبل كده دي احسن فترة ليفربول، كسبان ريال مدريد، كسبان سيتي، عنده الماتش الجاي نيوكاسل اوي، ممكن عادي يكسب ماتش زي ده. يعني عندهم ايزاك اتصاب، ففرصتك يعني حتى مش هيبقى فيه خطوره قوي غير من جوردون، فانت تقدر توقف جوردون. بس في ماتش كويس لليفربول، اعتمد فيه في الشوط الاول على الضغط، انه يقدر يضغط ويغلط السيتي. الشوط الثاني ممكن ليفربول ريح شويه، ده خلانا نشوف السيتي اخطر، ودي صراحه كانت غريبه بالنسبه لي ان سلوت يريح في ماتش زي ده. ما اعرفش هل ده اجهاد، هل ده عشان في جوله تانية يوم الاربع ولا ايه، مش عارف. بس ريحنا جامد جدا الشوط الثاني، خلى السيتي ممكن تروح بكذا فرصه، وخلاهم يطمعوا ان هم ينزلوا دوكو وسافيو ودي بروين وجريليش مره واحده. ده اكيد راجل طمع في الماتش، بس بينعكس عليه الطمع ده. بتعرف تستغل مرتدات كويسه. ضيعت كذا فرصه بصراحه عشان نكون حقانيين، في كذا فرصه ضاعت كانوا ممكن يخلصوا الماتش من بدري، بس في الاخر يعني ربنا بيسترها. لويس دياز بيجيب ضربه جزاء ذكيه جدا، تحرك حلو منه وصياعه ان هو يخطف الكوره، وغلطه طبعا غبيه من روبن دياش. انا مش عارف الراجل ده بيعمل ايه الصراحه لحد دلوقتي في السيتي، بس ما علينا. في الاخر ماتش كويس لليفربول، اتمنى نفضل في الصداره فتره طويله، وان شاء الله يعني هنحاول نعمل حلقه كده عن ليفربول لوحدها، بس لو سمعنا عن صفقات في الشتاء. غير كده مش هعمل حلقه الصراحه. وقلنا بقى عشان مش هنعمل حلقتين وكده عشان نلحق، لان الجوله يوم الثلاث. اتكلم عن الفانتسي دلوقتي، جهز نفسك كده معايا وفوق، شوف لو عايز تروح تجيب حاجه تشربها انا قاعد يعني. طبعا مش هنتكلم عن الماتشات اللي فاتت، بس اقول لك انا جبت كام نقطه. ثواني، انا دلوقتي جايب 81 نقطه ولسه البونص ما نزليش. عقبال ما الحلقه تنزل ان شاء الله يكون البونص نزل لي، وهتشوفوا. انا ما اعرفش البونص هيبقى كام لصلاح والبالمر وانزو لسه. انا عموما يعني خط دفاعي وداني في داهيه، سواء رايا او اوكولي. كوناتي اتصاب قبل الجوله، فللاسف نزلت اوكولي اللي اتصاب وخرج بانذار، وكمان كان في ايات نوري اللي لابس 4 جوان. بس وسط ملعبي انقذني صلاح، كان كابتني، جايب لي 22 نقطه من غير البونص. لحد دلوقتي ما اعرفش البونص هيتضاف كام. بالمر جاب لي 11 نقطه من غير البونص. كلويفرت هاتريك ضربات جزاء يا جدعان اول مره تحصل في التاريخ، حصلت وهو عندي مش مصدق نفسي. انزو اللي نزلته بدل هالاند اللي انا كنت حاسس انه هيبلانك قدام ليفربول، فجبت انزو ولعبته اساسي على هالاند. يعني غريبه شويه بس الحمد لله نجحت معايا، مشيت معايا. خط هجومي كريس وود وويلبك طبعا سوحني. اللي سوحني هو امبويم وويلبك، وخط دفاعي يعتبر كله ما عدا ليساندرو مارتين. فبس عشان ما اطولش عليك، تعال نروح على اختياراتك للجوله ال 14 اللي هتبدا يوم الثلاث. محدش ينسى الموضوع ده، هتبدا يوم الثلاث. هيعمل تغييراتك من دلوقتي، وخد بالك عشان الجوله هتخلص خميس، هيبدا بعديها السبت، فايه يعني الحق نفسك عشان ما تتسوحش وتقول نسيت والديدلاين عدى عليا. فالجوله ال 14 اول ماتش معانا ابسويتش وكريستال بالاس. يعني ماتش يعتبر مش عارف والله اقول فيه ايه ده، ايه الماتش ده ابسويتش ممكن تجيب منها ديلاب، اوماري هاتشسون، يعني الراجل كويس شويه. كريستال بالاس مش عارف اقول فيها حد الصراحه دلوقتي، ممكن ماتيتا، بس ما اعتقدش ان حد ممكن في نص الدوري دلوقتي يجيب ماتيتا او
او قبل ما يناير يجي يجيب ماتيتا مش عارف. فخليك في ديلاب، خليك في لعيبه ابسويتش عموما، بلاش خط دفاعهم، خليك في ديلاب او اومار هيتش. الماتش اللي بعديه ليستر سيتي ويست هام. ناس كتيره فاكره ان الماتش ده يبقى سهل على ليستر، ويست هام وقع وكده، لا يعني هو برضه بدايه جديده لفانيستلروي مع ليستر، فانت ما تضمنش قوي، فخليك في المضمون. جيمي فاردي الراجل بيحبه وشكر فيه من قبل ما يروح، فغالبا هيتالق معاه. يعني شفنا كمان لعيب رقم 40 لا مش عارف اقول اسمه من ساعه ما ابتديت التصوير ده، جاب جون، وانا ما بقولوش، بس انتوا عارفينه خلاص يا جماعه، وانا عارف ان انتوا عارفينه، وعارفين ان انا اول واحد اقوله ومحدش يعرفه غيرنا. هنا فرق نقطة يعني. ويست هام يعني انا مش عارف والله، هما حالتهم صعبة. بيساكا جاب جونين، بس انا الصراحة ما اروحش اجيب بيساكا يعني، فلو قدوس رجع هيبقى فرصة كويسة ليك ان انت تخطفه قبل ما الناس كلها تجيبه، فرصة حلوة ان هو برضه يثبت نفسه ان هو راجع قوي، مش راجع من التوقف تعبان. الماتش اللي بعديه ايفرتون وولفز، فولفز ممكن تجيب منها ايات نوري، انا هفضل سايبه الصراحة ماتش زي ده. كونيا خزوقكو، انا مش معايا كونيا. لارسن ماشي كويس، معكش فلوس كونيا هات لارسن، معاك فلوس كونيا هاته، يعني يعتبر مفيش حد في ولفرهامبتون غير الثلاثه دول اللي بيلعب، غير كده الباقي مش قوي يعني. ايفرتون يعني لا بلاش عشان مصلحتك. هو على فكره ممكن ايفرتون تكسب ماتش زي ده لان ولفرهامبتون مش حلوه، بس يعني بلاش تاخد ريسك في حاجه زي كده، وخصوصا ان في جوله كل يومين، فبلاش يعني. السيتي نوتنجهام فورست، ماتش مين معاه تشامبيونز ليج اكتر، فكريس وود انا شايف ان هو ما يتشالش، دفاع السيتي ضايع رايح في داهيه. هالاند يلعب ماتش زي ده طبعا، انا هلاعبه يعني، عشان لو انت هتسال انا هلاعبه عادي يعني. لو عايز تجيب سافيو او فودن هيبقى حل كويس برضو، معرفش دي بروين رجع ولا لسه، بس يعني الراجل لو هيشارك فعلا بشكل اساسي فانت ممكن تبدا تفكر في دي بروين. الماتش اللي بعديه نيوكاسل ليفربول. ليفربول صلاح طبعا، دياز لعب ماتش السيتي كان حلو جدا، جاكبو معرفش هيفضل يشارك ولا لا، بس خليك في المضمون اللي هو دياز وصلاح. نيوكاسل ايزاك لسه مصاب، عايز تاخد ريسك وتجيب جوردون تمام. انا طبعا احساسي ان جوردون هيجيب جون، لان هو دايما بيحب يرخم على ارنولد كده، يخطف واحده منه يروح انفراد وهكذا، فعايز تجيب جوردون ممكن يبقى حل كويس في الجوله دي. ساوثهامبتون وتشيلسي، ماتش ممكن يكون سهل لتشيلسي، بس يعني ربنا يستر وما نلاقيش جاكسون بيقلب حماده شنح ان شاء الله. حلو حماده شنح. بس بالمر تمام، انا انزو هلاعبه برضه، معرفش واثق فيه ليه الثقه العمياء دي، بس هسيبه. ممكن تجيب حد من دفاع تشيلسي الفتره الجايه، لان فعلا خط دفاعهم متحسن، ماتشاتهم مش صعبه قوي. لو عايز تاخد ريسك جيب حد من دفاعهم سواء كوكوريا او فوفانا، بتبقى حلول كويسه جدا. نروح للماتش القمه، ارسنال واليونايتد. معرفش الفرق بينهم 3 4 مراكز تقريبا، بس هي قمه، احنا هنعتبرها قمه. فارسنال الواد ساكا الكلب من ساعه ما بعته ما شاء الله عليه، اسيستات وجوان وفاولات وكورنر، ايه الحلاوه دي، انا يخرب بيتك هجيبك تاني وهعدمك. لو هالاند ما عملش حاجه الجوله الجايه خلاص هفكر ابيع هالاند واجيب واشيل امبويمو واجيب ساكا واتجنن بقى خالص. فساكا تمام طبعا معاك. تيمبر انا شايف حل كويس جدا، ممكن دفاع ارسنال فيه مشاكل، بس الراجل بيتقدم كتير وبيصنع وبيرقص ولا اجدعها، اكنه بيلعب في الشارع، اكنه بيلعب خماسي، فحلو جدا معاك. مانشستر يونايتد هيبقى ماتش صعب عليها شويه الصراحه، مش عارف، حاسس انه ريسك قوي ان الناس تروح تجيب راشفورد او برونو فرنانديز. فشوف لو انت قادر تاخد ريسك زي ده في ماتش زي ده، الصراحه انا شايف ان هو صعب، بس لو عايز تاخد ريسك في ماتش زي ده انا شايف راشفورد او برونو هيبقوا احسن الحلول. استون فيلا برينتفورد، خلينا نكون متفقين ان استون فيلا ممكن يخش فيها جوان كتير في الماتش ده. برينتفورد جايه من الواد شادي جايب 4 جوال، جاب 3 جوال اسف، هو ساهم في 4 اهداف، جايب 3 جوال وصنع هدف. برينتفورد جاي من فورمه كويسه، استون فيلا واقعه، وكمان مارتينيز اتصاب. لو ويسا معاك تمام. شادي ده انا ما اعرفش يعني ايه دنيته، هيفضل يلعب اساسي وهيفضل كده ولا ايه، لانه بيقول لك هو الماتش ده عمل 4 مساهمات، هو السنه اللي فاتت في الموسم كله عامل 3 مساهمات، فانا ما اعرفش هل هيفضل كده ولا ايه نظامه. الناس اللي معاه مبويمو اللي زي حالاتي ولبسوا فيه سيبه وخلاص، يمكن في ماتش زي ده يعمل حاجه. الناحيه الثانيه استون فيلا مش عارف يعني، واتكنز وخلاص بقى الصراحه، فريقهم وقعه غريبه يعني الصراحه. فولهام برايتون، الماتش ده هيبقى حلو، حاسه هيبقى حلو، وفولهام بتلعب هجومين حلو جدا، خط دفاعها بس هو اللي فيه شويه عبط كده، بس هجومهم حلو جدا. فراؤول خيمينيز تمام، راجل ماتش توتنهام كان ممكن يجيب جونين ولا حاجه، بس حظه كان وحش. راؤول خيمينيز قشطه. سميث رو كمان ممكن يلعب ماتش زي ده. برايتون روتير جامد قوي. ويلبك
ريح الماتش اللي فات بس ممكن يسجل في ماتش زي ده. جواو بيدرو يعني هات واحد منه، ما تجيبش جواو بيدرو وويلبك طبعا، هات واحد من ويلبك او جواو بيدرو. ميتوما ممكن برضو بس هو اغلى شويه من روتير، فلو تقدر تجيب ميتوما تمام، لو معكش فلوس ميتوما ممكن روتير عادي يلعب هيبقى كويس. الماتش الاخير معانا بورنموث توتنهام. بورنموث بقى جايين بقى من دعكه بقى 4 جوان ولا 5 جوان، والواد كلويفرت جايب هاتريك، فانا هسيبه يلعب عادي يعني. اعتقد خط دفاع توتنهام رايح في داهيه، فكلويفرت ممكن يودي. ايفانيلسون كسبان 3 ضربات جزاء في الماتش الحمد لله، كل اللي شاطهم كلويفرت فكويس. فكلويفرت لو تقدر هو اي حد يقدر يجيبه يعني، هو اصلا لعيب ميزانيه. ايفانيلسون برضو حل كويس، هاتوا ايفانيلسون عشان كلويفرت يفضل شغال يا جماعه بعد اذنكم. توتنهام برينان جونسون حل كويس، ماديسون بيلعب الكور الثابته، كان هيجيب فاول حلو جدا الماتش اللي فات، فممكن تجيبه ينتش لك فاول ولا ركنيه على راس اي واحد تخش، هيبقى حل كويس برضه. بس دي كانت نهايه حلقتنا. الحلقه ممكن تكون طويله شويه لان احنا جامعين الملخص مع الفانتزي، ما تزعلوش مننا، بس هما البريمير ليج هما اللي حطونا في الموقف ده. بس ان شاء الله ليفربول يفضل مكمل وافضل جاي وكون سعيد كده وفرحان، واشوفكم الحلقات الجايه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، وتابعونا على تيك توك وعلى فيسبوك، واشوفكم الحلقات الجايه. سلام.